الاهلي وبايرن ميونخ في كأس العالم للأندية. بايرن ميونخ كانت في اقوى حالاتها، كان فريق مرعب وكان واكل الاخضر واليابس في اوروبا امام النادي الاهلي بطل افريقيا اللي هيلعب على المرتدة، وده شيء طبيعي، بتلعب امام بطل اوروبا. مش هطول عليك، لايك وصلي على الحبيب ويلا نبدأ. اول هجمة للبايرن والشناوي يخرج يمسكها، التانية برأسية خطيرة من جنابري وبتخرج فوق المرمى. ديفيد ألابا بيلعب كرة بالمقاس لكومان بس بتضيع منه بطريقة غريبة، والبايرن عاملة ضغط رهيب. توماس مولر بيلعب كرة بالراس في نص الجول وسهلة للشناوي، لحد بقى ما تيجي كرة للليفا قدام الجول. ليفاندوفسكي امامنا هنا، الكرات اللي فيها اخطاء والغير مقبوله امامنا هنا. الهدف الاول وبتسجل البايرن الهدف الاول، وهدف مستحق طبعا بعد الهجمات دي، وكان باين على لاعبي النادي الاهلي انهم عندهم رهبه كبيره من لاعبي بايرن ميونخ. طاهر بتجيله كرة على عدلته بس مش عارف هو كان عاوز يعمل ايه هنا.